السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معكم مدام سميره بالنيابه على السيده فاتحه شهبون اللي عارفين ظروفها الصحيه وعارفين ظروف زوجها. نطلبوا من ربي ان شاء الله يبارك لهم في الصحه وفي العمر ان شاء الله الرحمن الرحيم. فمرحبا بجميع متتبعي ومتتبعات قناه فاتحه شهبون للانظمه الصحيه والحميه. وصفه اليوم وصفه رائعه، وصفه دائما غادي تبقى في اطار النظام الغذائي الصحي المتوازن. اليوم ان شاء الله كنطلع لكم بوصفه شرقيه عريقه ولكن بلمستنا المغربيه وبتوابلنا المغربيه اللي كتزيد للطبق بنه. هي وصفه البرغل. جاتنا طلبات كثيره من عند العضوات باش نقدموها، ونحن دائما رهن الاشاره كيخصنا فقط شويه الوقت، دائما راكم عارفين. فمرحبا بجميع، نتوكلوا على الله وحنا خدامين وحنا كندويو على فوائد البرغل اللي لا تنتهي. ان شاء الله ملي غتعرفوا الفوائد نتاع هاد الحبوب غادي يولي عندكم دائما هاد النوع من الحبوب في المنزل ان شاء الله الرحمن الرحيم. هنا ان شاء الله الرحمن الرحيم عندنا الصدر ديال الدجاج اللي قطعناه بحال هكا قطعنا الصدر ديال الدجاج اللي سبق لينا وغسلناه مزيان بالماء والخل اولا الماء والحامض واستقطرناه مزيان. عاد غادي نستعملوه ان شاء الله الرحمن الرحيم. هنايا عندنا بصله، عندنا فلفله حمراء. علاش فلفله حمراء عندنا هنايا؟ حيت غادي يكونوا الفلافل في البرغل، ويعني الفلفله كتفكرنا في داكشي اللي غادي يكون في الطبق ديال البرغل. هنايا المعدنوس. هنا عندنا كي قلت لكم غادي نخدموا بالتوابلنا. عندنا التحميره، عندنا القزبور يابس، تحميره حوالي ملعقه، يعني ملعقه كبيره راه عامره هكاك ديال القزبور، نصف ملعقه ديال الابزار، سكينجبير تقريبا حتى هو ملعقه مليحه على حسب الذوق، نصف ملعقه ديال الخرقوم، ملعقه ديال الكمون. وهنايا الثومه غبره. اللي ما توفرتش عنده الثومه غبره يدير ثومه عاديه، يعني قشروها وحكوها اولا دقوها اولا، المهم الثومه ما خصهاش تكون كتبان، تكون مدقوقه مزيان. هنايا عندنا ياغورت خالي الدسم. بطبيعه الحال حنا غنديروا من خالي الدسم باش غادي نبقاو دائما في اطار الاكل الصحي. اللي ما توفرش ولكن بشرط انه هذاك الياغورت ما يكونش حامض، حيت كاين ياغورت خالي الدسم اللي عادي وكاين اللي حامض. هذاك الحامض ما ديروش. الا ما توفرش عندكم تقدروا ديروا كريمه الطبخ ولكن قليله الدسم باش تبنن لكم الدجاج. الا كان الياغورت حامض انا كنقولها ونعاودها ما ديروش، غادي يضيع الدجاج. هنايا هذه الطماطم معلبه. الطماطم المعلبه هي يعني مكون مهم في هذا البرغل، ولكن حنا راه صنع منزلي وراه عندنا في القناه ان شاء الله الرحمن الرحيم، رجعوا ليها وغادي تلقاوها. الهريسه ايضا صنع منزلي ما فيهاش المصير، ما خصكمش ديروا، حيت حنايا في النظام تاعنا ما كناخذوش المصير، حتى هي صنع منزلي. هادو هما المواد. نسيت، سمحوا لي. هذه قعقله بالفرنسيه سميتها الكردامون، وهذه بصيله صحيحه، يعني شديتها وقسمتها بحال هكا غير فلحتها. غادي نقول لكم علاش غادي تصلح لينا هذه البصيله ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتوكلوا على الله وغادي نبداو في التحضير. غادي نبداو نشرملو هذا الدجاج نتاعنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. من بعد ما زدت داك الياغورت وداك العطريه والبصيله والفلفله على الدجاج، خلطتهم مزيان، دخلت فيهم التشرميله مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا. من الاحسن انكم تخليوها هاد التشرميله تبات. غادي نزيد هنايا قيمه، غادي نقول لكم قيمه معلقه كبيره ديال الخل التفاح. فوالا. غادي نزيد معلقه ديال زيت العود. علاش خلينا الزيت حتى الاخير عاد زدناها؟ باش الدجاج ديالنا يتشرب مزيان داك المقادير وداك الياغورت وداك الشيء. عاد زدنا ليه الزيت ملي كنديروها في الاول مع اي تشرميله. الزيت ملي كنديروها في الاول كتحبس علينا، ما كتخليناش الدجاج او الحوت او اللحم او اي حاجه تدخل فيها التشرميله. هذا علاش دائما كنخليوها حتى الاخير. ما تنساوش بالرويس نتاع الصبا ديالكم تذوقوا تشوفوا واش الملحه هي هذيك. الملحه كيف كنقول كتبقى على حسب الذوق. من بعد منين ساليت الخلاط نتاع هذا الدجاج، هو يستحسن انكم تخليوه يبات فراكي تشرب التشرميله. وهادشي اللي غادي ندير انايا ان شاء الله باذن الله تعالى. كنجيب الطبق ديال الفران اللي غادي يدخل فيه الفران، كنجيبو كناخدو كنسرح
الدجاج. كنسرح الدجاج مزيان هكا. كنجيب داك البصيله اللي هضرت لكم عليها قبيله، ها هي كنديرها في الوسط. غادي تقولوا لي علاش ديك البصله؟ هاد البصله هادي باش كتطلق لينا الماء، كتطلق لينا الماء باش الدجاج ما يجيش ناشف. بما اننا حنا غادي نطيبوه في الفران، ما غادي نديروا ليه لا ماء لا حتى شي حاجه، باش كيجي مشوي. هاد الدجاج كيفاش كيجي على طريقه الشاورما، كيجي بحال اللي كتاكل الشاورما. كنديروا هاد البصيله هادي مع العلم راه حنا درنا البصله ودرنا الفلفله في التشرميله. كنزيدوا هاد البصله هادي. هاد الطريقه عندي معتمده. ملي كنطيب مثلا شي غوتي في الفران اولا جيكو اولا اي حاجه درتها، ولا ميم دجاجه درتها في الفران، كندير دائما بصيله صحيحه باش كتطلق ليا داك الميديتا في الفران وما كتنشفش ليا الحاجه. هادشي اللي كاين. غادي نخليوه هكا، غادي يبات تيشبع التشرميله. هذا طبعا الا ما كناش زربانين عليه، كنا زربانين عليه. نديروه منين نوضوا الصباح، ومن بعد منين تقرب وقت الغدا غادي نطيبوه. هادشي اللي كاين. غادي نغطيوه وغادي ندخلوه الفران. اللي ما توفرش عندها الوقت باش تعينو يطيب في الفران على خاطرو، ديروه في مقلاه تكون مزيانه ما كتلصقش. ديروه في المقله، بقاو حاضينو بمعلقه ديال الخشب، ديوه جيبوه حتى يوجد ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومن بعد ملي غادي يوجد الدجاج غادي نوريه لكم باش غادي ندوزو لتكميله الطبق ان شاء الله باذن الله تعالى. دابا غادي ندوزو ان شاء الله الرحمن الرحيم لتحضير البرغل. ها هو حداكم. بزاف ديال الناس ما كيعرفوهش، احنا غادي نوريه لكم. فوالا، هو البرغل من الحبوب الغير مكرره، هو غني بالمعادن وبالالياف، في الياف كثيره على غير الحبوب الاخرى. هو غير مكرر. عنده قيمه غذائيه كبيره، كيحتوي على المغنيسيوم والمغنيز والحديد وفيتامينات. هو مصدر مهم للبروتين النباتي. غذاء ايضا ممتاز لاصحاب السكري، لانه لا يرفع السكر في الجسم سريعا، وايضا اصحاب القلب واصحاب فقر الدم. الله يشفي الجميع. هو كيعطي احساس بالشبع. هنايا ان شاء الله غادي نقول لكم الطريقه. هذا البرغل هكا، انا خديت قيمه زلافه بحال هذه، غسلته مزيان 2 مرات حتى حيدت منه النشا. ها كيفاش ولا. من بعد ان شاء الله باش غادي نطيبوه، عندنا هنايا المعدنوس، عندنا المعدنوس مقطع رقيق، عندنا بصيله، عندنا نص حبه ديال المطيشه الا كانت كبيره او حبه الا كانت صغيره، فليفله خضراء، فليفله حمراء، وفليفله ولا صفراء ولا هكا اللون برتقالي. مع داك الزلافه ديال البرغل غادي نديرو 2 زلايف ديال الماء. انا هنايا صورت غير وحده، ولكن غادي ندير 2 زلايف. زلافه البرغل كتعطينا 2 زلايف ديال الماء. هنايا زيت العود غادي نديرو 2 معالق كبار حتى 3 المعالق ديال زيت العود. العطريه عندنا سكينجبير، عندنا ثومه غبره، عندنا البزار، عندنا الكمون، لا سمحوا لي ماشي الكمون، قزبور يابس، وعندنا الطماطم المصبره اللي موجدينها في القناه، اللي قلت لكم خصها تكون صنع منزلي. هادو هما باش غادي نطيبوا البرغل نتاعنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ودابا غادي ندوزو للطريقه باش غادي نوجدو. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندوزو باش غادي نبداو. غادي نديرو الطاوه نتاعنا البصيله مع مطيشه مع المعدنوس مع الفلافل. غادي نديرو كلشي بخطره. غندير داك الكيمه نتاع الزيت اللي قلت لكم، حوالي ملعقتين حتى 3 المعالق ديال زيت العود. شوف تبارك الله شحال فيه ديال الخضره كثيره فيه. وغادي نزيد هنايا غير الثومه والملحه مع الخضره حتى ترخف لينا الخضره. عاد غادي نزيدو العطريه الاخرى ومطيشه. علاش؟ باش ما تحرقش لينا العطريه، باسكو درناها دابا في الاول غادي تحرق لينا مع ما عندناش، على ما تطلق الخضر الماء نتاعها مع ما عندناش الزيت بزاف غادي تحرق لينا العطريه. صافي غادي نخليو هاد الخضره هكا حتى ترخف مزيان. ومن بعد ملي غادي ترخف لينا الخضره غادي نزيدو البرغل نتاعنا. كيف قلت لكم هنايا زلافه ديال البرغل تبارك الله هو زكا منين وصلناه. زلافه ديال البرغل مع 2 زلايف ديال الماء. غادي نزيدو العطريه نتاعنا. دابا غادي نغطيو عليها حتى ترخف الخضره ونرجعوا عليها ان شاء الله باذن الله تعالى. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم ها هي الخضيره نتاعنا ترخفات. هانتوما كيف كتشوفوا الخضيره كيفاش ولات مطبوخه. دابا غادي نزيدو عليها داك البرغل ان شاء الله. بسم الله.
تبارك الله شحال خير وبركه. شوفوا يعني زلافه كتعطي زلافه نص كيلو. غادي نزيدو ديك العطريه وغادي نزيدو زلافه ديال الماء اللي طلقنا فيها ديك مطيشه. غادي نخلطو مزيان نتوما كيفاش كتشوفوا. غادي نزيد زلافه اخرى ديال الماء صافي. هاد البرغل هذا غادي نخليوه يكمل طياب، ولكن قبل ما يسالي الطياب بشويه غيكون مازال فيه شي شويه نتاع المرقه. غادي نطفيو عليه ونخليوه وغادي نغلقوا عليه بحال هكا ونخليوه. من بعد هو غادي يتشرب المريقه نتاعو وصافي ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نسدو عليه وننساوه واحد المده، من بعد نحلو عليه غادي نلقاوه مشرب ومفرك وغادي نقدمه لكم ان شاء الله في طبق التطبيق. دابا ان شاء الله البرغل نتاعنا تقريبا ها هو طاب. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، يعني داك الكميه نتاع الماء اللي قلت لكم هانتوما كتشوفوا مازال شويه. هانتوما تشوفوا غادي نخليوه هكا، غادي نطفيو عليه، غادي نغطيوه، غادي نزيرو عليه مزيان الكوكوط صافي ونخليوه. غادي نصاوه واحد نص ساعه ان شاء الله. من بعد غادي نرجعوا ليه، غادي نلقاوه شرب داك شويه المرقه اللي كانت مازال فيه وغادي نقدموه ان شاء الله باذن الله. والان وهانتوما كيف ما كتشوفوا وصلنا للطبق النهائي. غادي نقدموه لكم على هذا الشكل ان شاء الله الرحمن الرحيم، مرافق بالريب، لانه هذا الطبق كيتماشى كثير مع الالبان. الريب اللي راه عندنا مصوبينه في القناه، كنتمنى ترجعوا ليه الا بغيتوا تحضروه ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه اكله صحيه سبحان الله. هذه الحبوب كتعطي واحد الاحساس بالشبع. هذه الاكله هذه ممكن تاخذوها نهار يكون عندكم في النظام الغذائي الكسكس او لي بات او الارز، ممكن تاخذ في جميع الانظمه. بالنسبه للبنات اللي متبعين نظام تكيس المبايض، الا ما توفرتوش على الدجاج البلدي، لانه كيف راكم عارفين لابد من تاكلوا الدجاج البلدي، ممكن انكم تعوضوها بالسمك. السمك اللي كتبغيو نتوما واللي يصلح سمك انه يطيب في لاصوص او لا في الفران او لا ما علينا. ايضا ممكن تندار باي طرف اخر من الدجاج، ماشي غير الصدر، غير انايا كنفضل الصدر كيجيني عملي اكثر، وداك التشرميله واللي كنديروا له وداكشي كيجي فعلا بحال الشاورما. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتردوا علينا الخبر، وكنتسنى تعاليقكم. خليوا لي تعاليقكم كيف ما كانت وملاحظاتكم وشنو تبغيو نقدموا لكم اخر في القناه. خليو تعاليق سواء كانت ايجابيه او سلبيه فمرحبا. كنتمنى ايضا منكم تشجيع باش نقدم لكم ان شاء الله المزيد في قناه فاتحه شهبون للحميه والانظمه الغذائيه. خليو لي جيم، وكنتمنى فعلا كنتمنى انني نشوف تطبيقاتكم معنا في المجموعه. شكرا لكم جميعا، ونهاركم مبروك، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. شكرا للجميع.